يا صباح الفل، عاملين ايه؟ عارفه ان انا مقصره معاكم بقالي فتره، يعني غايبه عن القناه، مش بنزل فيديوهات. بس غصب عني انا عندي كرب شديد جدا وعندي مشاكل، ويعتبر انا مش قاعده في البيت، فانا مش هقدر ان انا اتكلم في حاجه دلوقتي. بس كل اللي انا محتاجاه منكم تدعوا لي دعوه حلوه منكم، ان ربنا يعني يفرج همي ويشيل كمان الكرب ده عني ويريح بالي. مش طالبه منكم اي حاجه تاني غير الدعاء ده بس. كل الفيديوهات اللي هتنزلكم الفترة الجاية دي كلها فيديوهات كنت مصوراها من قبل رمضان. ما كان نفسيا ما كانش ينفع خالص ان انا اقعد امنتج في فيديو الكلام ده كله. بس انا منتجت لكم كده شويه فيديوهات هتنزلكم الفتره الجايه ان شاء الله. كده ادعولي الامور عندي تتيسر وربنا يريح بالي ويبعد عني الغمه دي، وهبدا اعمل لكم فيديوهات تاني ان شاء الله، وهبدا ارجع معاكم تاني وافكار كتير في فيديوهات تعجبكم. بس هنا كده زي ما انتم شايفين دخلت المطبخ، المطبخ عندي مقلوب، فقلت ان انا هبدا اول حاجه بالمواعين. كان عندي مواعين كتير جدا على الرخامه زي ما انتم شفتوا، وعندي الطاسات بتاعه القلي دي ما كانتش نظيفه، فقلت ان انا هغسلها برده معاكم. والحله اللي في الحوض دي كنت عامله فيها امبارح، كنت مكرمله بصل، فلما كرملت فيها البصل اتحرق، يعني متكرمل يعني. الحله من بره اصفرت وكده، فجربت معاه الجيف او سيف ده، مش عارفه انتوا بتنطقوه ايه، انا بقول عليه جيف بس. فحطيت كده على مكان البقع لمده ربع ساعه، وبعد كده عملتها بالسبونج. عايزه اقول لكم ان الحله نطفت والبقع اللي فيها راحت، هوريها لكم برده في اخر الفيديو. والطاسات بتاعه القلي دي بقى كمان قلت اغسلها بالمره، مش بحب ان انا اسيبها كده مش نظيفه خالص. وهعمل كمان معاكم الغدا، نعمل النهارده سمك. عندي كده تشكيله سمك حلوه، كنت جايبه السمك ده من فتره، كنت مقسماه على كذا كيس وكده. فهو تشكيله سمك كده انواع مختلفه على بعض، فقلت ان انا هعملها بالمره كده بالتتبيله بتاعه السمك، وهحمرها واعمل شويه رز وشويه سلطه. فكل ده هتشوفوه معايا في الفيديو. فانا هسيبكم بقى دلوقتي مع فقره المواعين، وبعد كده هرجع لكم تاني. هنا بقى كده جبت الطاستين دول، نزلت منهم الزيت اللي كان فيهم، وحطيت عليهم هنا كده ميه سخنه من الكاتل. زي ما قلت لكم ما عنديش ميه سخنه في الحنفيه، السخان مش بيوصل هنا، مش عارفه ليه. فحبيت ان انا اسيح بس الدهون كده شويه بالميه السخنه. وعادي بقى بجيب شويه فيري وعلى السلكه كده بتاعت الميه، وببدا ان انا ادعك كده، بدعك عادي طبقه التيفال اللي جوه، ما فيهاش اي مشكله. بس برضه على خفيف قوي عشان طبقه التيفال بس ما تشيلش معايا. بس وابدا كده اغسل الطاسه زي ما انتم شايفين. شفتوا الطاسه اللي تحت دي برضه كانت زيها كده، بس مش عارفه لقيت الموبايل ما كانش بيصور ليه الفقره دي، مش عارفه. بس فبحب ان انا انضفها كده، ما اعرفش مش بهدى كده ولا يرتاح لي بال غير لما ان انا انضفها كده. بحبها ان هي تبقى تبرق كده قدامي.
بس الحاجه الوحيده اللي مش بعرف انضفها قوي هي اللي بره دي، اللي هي اللون احمر دي، مهما تدعكي فيها هي اسودت بقى كده. بس المهم ان انا بشيل الدهون، اهم حاجه من عليها، وانضف الطاسه كويس من جوه واليد بتاعتها. وزي ما انتم شايفين كده ما برتاحش غير لما اكون بتبرق كده. بس كنت اقول لكم ايه، كان من فتره كده كان في صابون كده بتاع مواعين. عايزه اقول لكم ان هو كان حلو قوي قوي في الطاسات اللي هي الاجزاء الالومنيوم، او الطاسات اللي هي الالومنيوم. مش عارفه اسمه ايه، كنت بجيبه كده بتاع المنظفات، كنت بعمله كده على السلكه، وكان عايزه اقول لكم ان هو كان بيخلي الالومنيا بتبرق. بس دلوقتي انا مش لاقياه، مش عارفه اصلا راح فين. انا مش عارفه اسمه، بس كل ما بروح عند بتاع المنظفات اقول له هو فين، قال لي مبقاش ينزل اصلا الصابون ده. فدلوقتي عادي بعمله بالفيري عادي، او بريل، ايا كان نوع الصابون السائل اللي انتوا بتستخدموه كده. بس هنا الحل اهو زي ما انتوا شايفين. ووريتكم كده لما انا بغسل، في اول ما كنت بغسل الطاسات الجيف كده حطيت كده عليه كده على مكان البقع. وهوريكم برضو شكل الحله في الاخر. بس عايزه اقول لكم انتوا وحشتوني، وفي كومنتات كتير جدا بتجيلي على الفيديوهات اللي فاتت، بس انا والله على قد ما بقدر برد عليها. انا كل كام يوم كده بفتح القناه بتاعتي وبرد على الكومنتات. ولو في كومنتات ما ردتش عليها او اتاخرت عليها في الرد ما تزعلوش مني. انا بجد بجد والله ربنا اللي عالم بيا انا بمر بايه. انا بقالي كام شهر انا في مشاكل كبيره، في كرب كبير، وبرضه بقول الحمد لله ومستحمله وصابره. وان شاء الله ربنا معايا، وربنا هيطلعني من اللي انا فيه ده على خير، وهيريح بالي، وهيشيل الهم والغم يعني ده من عليا ان شاء الله 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 يا رب. بس انا محتاجه دعواكم جدا 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 جدا، اي دعوه منكم بجد هتفرق معايا. بس ان شاء الله ان شاء الله عن قريب يعني ان شاء الله هرجع لكم تاني، وهرجع لكم بفيديوهات حلوه، وهرجع لكم بافكار فيديوهات حلوه تعجبكم ان شاء الله. بس هنا بقى كنت خلاص خلصت المواعين كده زي ما انتم شايفين، وكنت سايباها هنا بقى كده تتصفى، المعالق والشوك والسكاكين والحلل والطاسات كده زي ما انتم شايفين. والحله اهي كده كنت بوريلكم برضه، كنت سايباها هنا تتصفى على الرخامه. ودي اللبانه بتاعه اللبن نطفت وبقت زي الفل، برضه الستانلس دي غسلتها. بس وهنا بقى كنت بوريلكم كمان هنا السمك، هو ما كانش متنضف بقى وكده، فقلت ان انا هنضفه برضو معاكم. وهعمل التتبيله بتاعه السمك معاكم، وهعمل رز، وهنعمل السلطه مع بعضينا وكده. بس بصوا كاسامي انواع السمك دي انا مش هعرف اقول لكم اسامي ايه، لان انا برضو انا بجد مش عارفه، يعني بتلخبط فيهم وبنسى اساميهم بصراحه. بس هنا بقى كنت بشيل الطبقه بتاعه القشر كده من بره من عليه، وهنضف كل حاجه فيه، وهغسله برضو كويس كده من جوه، وهنقعه بشويه ملح وبشويه دقيق وبشويه ليمون. وبعد كده هصفيه، وبعد كده بقى هبدا ان انا اتبله معاكم. انا بقى كنت خلاص خلصت تنظيف السمك. جبت بقى كده قرن فلفل، وجبت كمان ليمون، بحب ان انا احط في التتبيله ليمون كتير. جبت الكبه بتاعتي بقى كده، واحط كمان توم. عندي توم مفروم طلعته من الفريزر يفك، يعني هحط هنا الكمون وملح وفلفل وليمون. اهم حاجه بحط ليمون كتير، بس بحطش اي حاجه تاني على التتبيله، يبقى ملح وكمون وقرن فلفل وتوم وليمون. بس دي التتبيله بتاعتي بتاعه السمك. هنا التوم اهو كنت مطلعاه من الفريزر عشان يفك، هاخد منه كده حته صغنططه مش كتير، برضو مبحبش التوم كتير في السمك.
بس. وانا كنت بحط الكمون، يعني احط الملح، وبعد كده هضرب الكلام ده كله في الكبه. بس كده هبدا ان انا اتبل بقى ايه السمك. السمك انا كنت خلصته تنظيف وشطفته كويس ونقعته وسيبته كمان يتصفى على ما اعمل التتبيله. هنا بقى كده زي ما انتم شايفين كنت نضفت السمك كويس جدا ونقعته في الملح وفي الميه والليمون ودقيق، وشطفته كويس جدا واتصفى. وبدات ان انا اتبله كده زي ما انتم شايفين بالتتبيله اللي انا عملتها معاكم. بس بحط كده، بفتح السمكه احط فيها شويه من التتبيله، بعد كده اقفلها، وقلت كمان احطه في التلاجة شويه. ورحت بقى يعني بعد ما حطيت السمك في التلاجة رحت نشرت شويه غسيل، بس ما صورتش طبعا معاكم. بس وبعد كده قلت هعمل الرز. وانا بعمل الرز كده 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 ما بياخدش 10 دقايق على النار، يمكن كمان اللي بياخد وقت بس هو التشويحه بتاعه البصلايه بس كده عشان اكرمل البصل، فمش هياخد معايا وقت. وانا بعمل الرز هحمر على طول السمك عشان الاكل كده يبقى سخن على طول ونتغدى. وقلت هعمل شويه سلطه جنب الاكل وخلاص على كده. بس هنا بقى خلاص تبلت السمك، حطيت الكبه بقى كده نقعتها في شويه ميه، قلت هبقى اغسلها مع المواعين اللي انا هغسلها اللي هي من بعد الغدا يعني. وكان في حله الستانلس دي كانت في التلاجة، كانت فيها شويه بليله، حطيت شويه البليله في علبه من التلاجة كده صغنططه، وقلت هغسل برضو الحله بعد ما نخلص غدا مع المواعين يعني. بس حطيت بقى السمك زي ما قلت لكم في التلاجة، وكنت نشرت هنا الغسيل، وبدات باينه كده البصلايه دي كده فرمتها في الكبه. بصوا ده اللي انا اقصد عليه، وانا بحمر البصلايه كده زي ما انتم شايفين بتعمل لون بني كده في الحله. فالحله الفاتحه دي لما بنكرمل فيها البصل او بنشوح فيها حاجه لمده كبيره بتبقع من بره، بس مع جيف كده بحط الجيف عليها على طول بتنضف. عايزه اقول بتنضف ما بتاخدش اي وقت، والحله ما بتتجرحش وتبقى زي الفل تاني. بس قعدت اكرمل بقى هنا كده في البصلايه، وجبت الطاسه بقى اللي انا لسه غسلاها هنا معاكم، وحطيت فيها شويه زيت علشان ابدا ان انا احمر السمك وعلى ما الرز يستوي. بس هنا بقى كنت مسخنه ميه في الكاتل. حطيت هنا كوبايتين على ما اعتقد، المعيار ده كان نص كوبايه، حطيت كوبايتين. وحطيت شويه قرفه وشويه ملح، بس ما بحطش اي حاجه تاني على الرز. بس كده احيانا بحط قرن فلفل لو انا عايزاه مشطشط، بس لو مش عايزاه مشطشط خلاص مش بحط فلفل. بس وهنا الرز كنت غسلاه، مجرد ما الميه كده بدات تغلى خلاص حطيت الرز. واول بقى ما الميه دي كده تبدا تتشرب هوطي على النار وهغطي الحله يعني بالغطا. بس هنا الزيت كان خلاص سخن، حطيت بينا كده شويه دقيق، وبدات ان انا اجيب السمك بقى كده واعمل كفر كده للسمك بالدقيق زي ما انتم شايفين. بس وهبدا ان انا احمره عادي جدا بالطريقه العاديه، مفيش اي افتكاسه يعني. بس وبعد كده بقى هغرف معاكم الاكل برضه، هوريكم الشكل النهائي بتاع الغدا. هنا بقى كنت غرفت الاكل، عملت الرز والسلطه والسمك، وعملت كمان شويه طحينه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، استنوني ان شاء الله فيديوهات تانية كتير، توحشوني جدا. باي باي.